أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد إمام يداوم على قراءة قصيدة البردة فهل تصح الصلاة خلفه؟ إذا كان يعتقد ما فيها فلا تصح الصلاة خلفه، لأن فيها الشرك الأكبر. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عند حلول الحادث العمم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فوقها الغلو شيء، هذا كفر والعياذ بالله. الدنيا وضرتها من جود الرسول أو من جود الله سبحانه وتعالى؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ وعلم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا يقول من علم الرسول. بعد ما هو كل علم الرسول، عنده أكثر من هذا. وين الغلو هذا والعياذ بالله؟ الذي يعتقد هذا كافر. وأما الذي جاهل ويشوف الناس يقرونه ويقراها جاهل، هذا مخطئ ويناصح، قالوا لا تقراها، فيها شر، فيها شرك. نعم.